عايزه اقولك في الوقت اللي احنا فيه ده ما تثقيش في حد خالص، وعن تجربه. تعالى اقول لكم حكايتي النهارده وايه اللي حصل معايا. كلمت جوزي وقلت له يجيب لنا شمام علشان ناكل جبنه وشمام في الحر اللي احنا فيه ده، علشان زهقنا من الاكل وما تاخرش. بصراحه جاب لنا الشمام، لقيته كده وانا بفتحه حلو جدا ولونه اصفر زي ما انتوا كده شايفين، وكمان ريحته بجد تقول ان هو خطير. قطعت اول واحده وابتديت ان انا ادوقهم وانا بقطع، لقيتها مسخه. قطعت برضو تاني واحده وقطعت منها حته ولقيتها برضو مسخه، وابتدوا ان هم يسيبوا كده كل واحده فيها قطمه ويسيبوها. وعلشان كل حاجه غاليه فكرت بسرعه وقلت هعمل بيه حاجه حلوه جدا وسهله وبسيطه واقتصاديه. وتعالوا يلا شوفوا لاخر الفيديو نعمل بيه ايه. يلا بينا ندخل نشوف مقاديرنا ايه وطريقه تحضيرنا. بس يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. واول حاجه معايا انا هستخدم الخلاط. جبت الشفشق بتاع الخلاط وابتديت ان انا اقشر كده الكنتالوب زي ما حضراتكم شايفين، وكان في كده كام حته كانت متقشره جاهزه والولاد واكلين منها، مرضتش طبعا ان انا ارميها واستغنى عنها. قطعتها بالشكل ده وقشرتها وابتديت ان انا احطها كده قطع في قلب الشفشق بتاع الخلاط. جيت بقى هنا بالنسبه للنص ده انا هاخد كمان القلب بتاعه. حد يقول لي هتستخدمي البذر او القلب، هقول لكم هيدي طعم حلو جدا للوصفه بتاعتي. الفكره بقى انا نسيت اقول لكم كمان ان الوصفه سهله وبسيطه ومش هتحتاجوا فيها غير مكونين على الشهد، يعني وصفه سهله وبسيطه واقتصاديه، وكمان حرام علشان احنا عارفين طبعا ان احنا كل حاجه دلوقتي بقت غاليه معانا. حطيت بقى الكميه كده في الخلاط، طبعا ما خدتش الكميه كلها، قسمتها على 2، حطيت جزء وهنا بقى حطيت عليها كوبايه من الميه. ما تحاولوش ان انتوا تكتروا ميه علشان ما يبقاش خفيف معاكم. حطيتها بقى كده وابتديت ان انا اخلطها كده في الخلاط. فرمتها بقى كده كويس في الخلاط بالشكل ده وبقت ناعمه معانا. وجيت بقى جبت حله كده ومصفى وابتديت ان انا اصفيها. انا بقى صفيتها علشان طبعا البذر اللي احنا كنا حاطينه، لو انت بقى مش حاطه القلب او البذر بتاع الشهد تقدري ان انت تحطيه على طول، ما تبتديش ان انت تصفيها. صفيته بقى كويس جدا وابتديت بقى اجيب بقيه الكميه واقطعها، وسبت كده شويه في الخلاط علشان انا مش عايزه احط عليه ميه تاني. زي ما قلت لكم ما تحطوش ميه كتير علشان يبقى تقيل معانا. هبتدي بقى دلوقتي كده برضو اقطعها وهبتدي ان انا افرمهم كويس في الخلاط، وبعد كده هبتدي ان انا اصفي بقيه الكميه تاني. صفيت بقى بقيه الكميه وجيت هنا رحت حاطه كوبايه من السكر. تقدري بقى تقلليه او تزودي الكميه زي ما انت حابه للسكر حسب ان هو بيكون ماسخ معاكي. وهنا بقى هنزل بربع معلقه صغيره من بودره الزعفران بالشكل ده علشان تديني لون، مش تديني اي طعم يا جماعه، تديني بس لون حلو. وهنا برضو دقته لقيته ناقص سكر، حطيت له معلقتين من السكر وقلبته كويس بالشكل ده. وتعالوا يلا بينا نرفعه على النار. النار عندي بتكون متوسطة علشان يبتدي ان هو يغلي معانا، وبفضل اقلب كده فيه زي ما حضراتكم كده شايفين علشان يبتدي ان هو يغلي معانا. قبل ما يبتدي يغلي هكون مسخنه ميه تكون بتغلي. هحط في كوبايه كده عندي 4 معالق من جيلاتين، وهبتدي ان انا احط عليه ميه سخنه علشان يبتدي ان هو يفك معانا. بعد كده هاخده بقى بعد ما الشهد عندي على النار بالشكل ده، هبتدي احطه عليه قبل ما يغلي بشويه، وبعد كده هبتدي ان انا اقلبه واسيبه بقى لحد ما يغلي على النار ويبتدي كده يديني فقاعات كده من فوق ان هو طبعا ابتدى ان هو يغلي. وابتدي ان انا اطفي عليه. وجبت بقى اي صينيه عندي وابتديت ان انا اصب فيها الخليط زي ما حضراتكم كده هتشوفوا، وابتديت سبته تماما لحد ما يبتدي ان هو يبرد، ودخلته بعد كده الفريزر. قعد معايا ساعتين في الفريزر وطلع بقى بالشكل والجمال ده. حاجه بقى ترطب علينا في الصيف والحر وحاجه حلوه جدا، مرضناش نرمي الشمام. وبصوا طلع ايه، حاجه خطيره جدا. بألف هنا وشفا، جربوه بجد هتتبسطوا منه جدا. فرحوا بيه قوي. وطبعا جوزي شكرني قال لي كويس ان انتي ما رميتوش واستغلتيه، لازم نستغل كل حاجه علشان كل حاجه دلوقتي بقت غاليه. سهل وسريع. وبصوا بقى الجيلي بيزقطط ازاي، بصوا خطير، طعمه حلو جدا جدا. وبألف هنا وشفا. دي كانت وصفتنا النهارده. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. كنت معاكم مي امين، واستنوني في وصفات تانية جايه كتير. باي باي.